كثيرة من أبواب البر. أنتقل بعد ذلك إلى البر بعد الموت. وتعلمون أن الحبيب عندما سأله صحابي هل بقي لأبوي بر أبرهما بعد موتهما، ذكر الحبيب مظاهر للبر بعد الموت. وبعض الأبناء لا يذكر الأب والأم إلا في عيد الأضحية، عيد النحر، يضحي جزاه الله خير. فأقول لأحدهم اللي دائما يذبح لأمه ولأبيه في عيد الأضحية وجزاه الله خيرا، والأضاحي عبادة وسنة أبينا إبراهيم، لكن أقول له لو أن والدك أو والدتك كانوا أضيافك وزاروك كل شهر ألا تذبح لهما ضيافة؟ اللي ما يذبح لأبيه وأمه وهما أضيافه ويذبح لغيرهما بخيل وعاق. أقول تصور لو أن هذه الأم التي حبست في ذاك القبر لو خرج رأسها من قبرها وطلبت برك، أما تبرها كل شهر؟ لو كانت ضيفة ألا تذبح لها؟ ألا تعطيها من مالك؟ فلماذا تنسى البر بعد ذلك؟ لذلك الصدقة عنهما، والصدقة ولو بالقليل. ألا يستطيع أحدنا أن يوقف لأبويه كل شهر مصحف؟ المصحف بكم يا أخوان؟ 13 ريال. ألا توقف مصحفا فيكون من العمل الصالح؟ ألا توقف كتاب رياض الصالحين أو غيره من الكتب وقيمته 14 ريال ويكون عمل صالح وصدقة جارية لأبويك؟ لماذا ينقدح في أذهان الأبناء أن البر العمل الصالح الذي يبقى لازم بناء مسجد؟ قد لا تستطيع، أو حفر بئر قد لا تستطيع. يا أخي ألا تستطيع أن تسقي الماء؟ كرتون الماء ب10 ريالات 20 ريال، أما تسقي الماء في هذا اللهيب وفي هذا الحر وترجو به برا لأبويك بعد الموت؟ الصدقة عنهما ولو بالقليل. وذكرت لكم مثال من تصدق عن أبويه 34 عام كل شهر ما نسي أمه وما نسي والده. واعلم أن فعلك هذا سيرده الأبناء لك بإذن الله. إياك أن تبخل فيبخل عنك. ومنها الدعاء أيها الأحباب. وقبل أن أتجاوز ذلك، المكتب مكتب الدعوة، أي مكتب دعوة تعاوني في مدينة الرياض وفي غيرها، لو انطلقت إليه وتريد صدقة جارية لأبويك وقلت لهم أريد كتابا من الكتب، بعض الرسائل مثل رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، أو الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، أتعلم أن طباعتك 5000 نسخة، 5000 كتيب يوزع لا يتجاوز 1800 ريال؟ والآن لو أردت أن تستضيف إنسان وتبالغ في إكرامه لا تكفي 1800 ريال ضيافة له، أما تضيف والدك أو والدتك بهذا؟ ثم الدعاء لهما، الدعاء بين الأذان والإقامة وتحري ساعة الإجابة. ومنها إكرام صديقهما، وذلك أن لكل منا أصدقاء للآباء والأمهات. ما أجمل أن تكرم صديقة جارة أمك في حيك القديم، وتذهب ترسل إليها هدية، وترسل زوجتك إليها وتقبل رأسها وتعطيها وتقول هذه من فلان ابن فلانة، ستيمم القبلة وتدعو لأمك، ولربما فتح لدعوتها باب. ابن عمر رضي الله عنهما عندما مر عليه أعرابي بسيط وكان قد ركب حمارا ولبس جبة ولبس عمامة، نزل من حماره وربط العمامة على رأس الأعرابي وألبسه جبته وأركبه حماره، يعني أعطاه السيارة والغترة والبشت. فقال له المحيطين يكفيه القليل. قال ويحك إني سمعت رسول الله يقول إن من أبر البر إكرام ود أهل أبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن والد هذا كان ودا لعمر، يعني والده يحب والدي، ليس العلاقة بينهما بين الآباء. انظر إلى هذا الخلق الطيب. أيضا أختم حتى لا أطيل ونقيم، أيضا من أبواب البر للآباء والأمهات إنفاذ الوصايا. فبعض الآباء مات وله ثلث في وصيته،